مبروك السوبر الافريقي لنادي الزمالك. الماتش باختصار شديد هو عجرفة الاهلي قابلتها رجولة لعيبة الزمالك. ده بالنسبة للعيبة. بالنسبة للمدربين، جوميز غامر شوية في التشكيل. طبعا انه يبدأ بعبد الله وناصر دي كانت مغامرة، بس هو في دماغه انه ينزل يعمل استحواذ على الكورة. اول تلت ساعة او اول نص ساعة يقدر يحط رجليه على الكورة عشان خاطر الاهلي بمعطيات ما قبل الماتش افضل فنيا. بدايته بناصر وعبد الله كانت مغامرة، والجون الاولاني اللي هو بتاع الاهلي اللي جت ضربة جزاء كانت بسبب ان عبد الله هو اللي في نص الملعب. تقريبا عبد الله كان بيلعب 6 جنب دونجا، يعني ما كانش بيلعب كمان 8. فوجودهم جنب بعض خلى ان اكرم طبعا اخف واسرع من عبد الله، سرقوا في الكرة اللي عدى بيها وراح وخد ضربة جزاء. لكن الجانب الايجابي من نزول ناصر جنب عبد الله انه كان في استحواذ للزمالك، والزمالك عمل استحواذ في الشوط الاول نسبة 56%. انما هو استحواذ سلبي، ما قدرش ان هو يوصل للجون، ما قدرش انه يهدف. الزمالك طول الماتش شوية 13 كرة على جون، منهم 2 بين الثلاث خشبات. طبعا بالنسبة للإحصائيات دي حاجة ضعيفة جدا بالنسبة للهجوم. فجوزيه عنده حلول في وسط الملعب والدفاع، انما هو ما قدرش يحل العقم التهديفي للزمالك. على مستوى الماتشات اللي زي كده بتتلعب على فرص وعلى تفاصيل صغيرة. يعني الاهلي طول الماتش ما عملش حاجة غير ان جات له ضربة الجزاء حطها جون. طول الماتش بيدافع، يعني بيلعب على المرتد. ولكن كان سوء حالة حسين الشحات وامام عاشور وبيرستاو. تقريبا معظم الاهلي كانوا بره الجيم. لعيبة الزمالك كان في منها شلبي بره الجيم. ولكن المفاجأة كانت الأكبر من وجود ناصر جنب عبد الله هو بنتايج لاعب المغرب. ثابت ساعد الزمالك كتير في إنه يخرج بالكورة، حل مصيبة خروج حسام عبد المجيد بالكورة. بيقدر يقف عليها، بيقدر يستلم صح، يسلم صح، عارف امتى يدخل جوه الملعب، عارف امتى يطلع على الطرف. حل مشاكل كتير في تشكيلة نادي الزمالك. بس من وجهة نظري كان نجم الماتش هو ناصر ماهر. ناصر ماهر بذكاء وعرف يستغل المساحة اللي كانت دايما في ظهر إمام عاشور في المكان اللي في نص الملعب. عنده ذكاء من ان هو يروح يشوط على جون. الكرة ما جاتش بين الثلاث خشبات، ما وصلتش، ما دخلتش جون. ولكن هو عنده ذكاء وعارف ان نقطة ضعف الشناوي انك انت ممكن تشوط عليه من بعيد. انما طبعا ناصر اصلا مش مميز بالتسديد، انما محاولاته بتبين ان هو لعيب ذكي، ان هو لعيب عايز يستغل ضعف اللي قدامه. ف بالنسبة لي انا ناصر ماهر هو احسن لعيب. اسوأ لعيبة في الزمالك امبارح كان مصطفى شلبي وسيف الجزيري. ودي مشكلة الزمالك الحقيقية، انه ما عندوش ثبات في مستوى كتير من اللعيبة، منهم محمد صبحي الجون، حسام عبد المجيد، سيف الجزيري، مصطفى شلبي. كل اللعيبة ديت مستوى مش ثابت. حتى دونجا ساعات مستوى بيكون قليل. دونجا امبارح كان عالي وكان كويس. عبد الله طبعا مفيش كلام عليه. ناصر ماهر زي ما قلت كان احسن لعيب. زيزو ما كانش في الشوط الاول موجود. لا هو ولا عمر جابر. الشوط التاني اشتغلوا جون جه من ناحية عمر جابر. المفاجأة بقى الأكبر بالنسبة لي كان تغيير ناصر منسي. نزول ناصر منسي عشان يكون هو المهاجم اللي الزمالك هيعتمد عليه إن هو يجيب له جون. فأنا أول ما شفت التغيير كان حسيت إن خلاص كده الماتش راح من الزمالك، الموضوع انتهى يعني. لكن ناصر اتحرك في الجون بشكل مهاجم خطير. ضحك على ياسر إبراهيم، راح لعمر كمال، فياسر اعتمد على إن عمر هيمسكه، وعمر أصلا كان ماسك مشلاك. واول ما الكرة ابتدت تتلعب بالعرض ناصر خد 3 خطوات سبق بيهم ياسر ابراهيم وحط بطن رجله جاب جول. طبعا وربنا وفقه، دخلت من تحت ايد الشناوي، والشناوي ما شاء الله يعني مش في احسن حالاته. فان الفوز يجي عن طريق ناصر منسي دي كانت اكبر مفاجأة بصراحة بالنسبة لي انا شخصيا. عايز يقول ايه؟ ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. طيب هل ده معناه ان ناصر يكمل في الزمالك؟ لا. ناصر امكانياته اقل بكتير ان هو يكون مهاجم الزمالك بصراحة.
بالنسبة لان الزملكاوية شايفين ان هم دايما مظلومين، آه، امبارح مش الحكم اللي ظلم الزمالك، الفار اللي ظلم الزمالك. انت كفار مهمتك ان انت لما تشوف لعبة ممكن يكون فيها شك، انك تقول للحكم ان اللعبة دي فيها شك كده على شوفها. ده ما حصلش في لعبة حسين الشحات والتحامه مع دونجا لما دخل بالستارز بتاع الجزمة في قصبة رجل دونجا وتستاهل طرد مباشر، ما حصلش. ده ما حصلش في ضربة الجزاء اللي كان عليها شك بتاع دونجا اللي دخل فيه عمر كمال، ما لمس الكورة، دخل في جسم دونجا بشكل مباشر بتهور. فانت حسبت ضربة جزاء توفيق بناء على قرار الفار لما نده للحكم ونزل يشوف اللعبة وحسب ضربة الجزاء. ليه ما طلعش يشوف ضربة جزاء دونجا؟ ممكن يحسبها وممكن ما يحسبهاش، انا ما عنديش مشكلة، ولكن الفار وظيفته انه ينده للحكم يقول له تعالى شوف انا عندي لعبة فيها شك، تعالى بص عليها. والله الحكم شايفها ضربة جزاء اوكي، مش شايفها ضربة جزاء خلاص.